واثنين حل المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره السيد محمد طارق بالعريبي بولاية وهران. هذه هي الزيارة التي خصصت لتفقد المشاريع السكنية والوقوف على وتيرة العمل التي وصلت إليها الوكالة. وفي نفس السياق أكد المدير العام أن 3000 سكن ستسلم نهاية السنة الحالية لمكتتبي عدن 1 و2. ياسين حسين يفصل أكثر في الموضوع. في زيارة عمل قادته لولاية وهران حل المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره السيد طارق بالعريبي لتفقد مختلف المشاريع السكنية المخصصة بصيغة البيع بالإيجار لوكالة عدن. المدير العام أكد خلال حديثه عن المنشآت السكنية الأولية التي بلغت 9000 مسكن مع زيادتها وارتفاع عددها في ولاية وهران إلى 15000 وحدة سكنية خصصت للولاية، فضلا عن 3000 مسكن جاهزة ستقدم لمكتتبي عدن 1 و2 مع نهاية السنة. ونريت لي شيفر يعني ريال براتيكمون ماتنو حنا في الأ دي ال 1 عندنا تقريبا 1500 مكتتب، في الأ دي ال 2 يعني المكتتبين تاع 2013 تقريبا 31000 سوسكريبتور. Jusqu'à maintenant, tout ce qui est lancé en réalisation au niveau de la wilaya d'Oran, c'est 9000 unités. Et on a la projection et on est en train d'entamer la réalisation de 6000 autres logements, ce qui couvre à l'heure actuelle pratiquement 50% de la demande. نطمن المكتتبين 2001 انه نهايه السنه 1500 سوسكريبتور راح يتسلموا السكنات نتاعهم، وراح تكون حصه تاع تقريبا 1500 توجه الى اديال 2. وتبقى هذه الزيارة التفقدية لولاية وهران موضوعة في خانة الاهتمام من طرف مسؤولي عدن مع البحث برسالة تطمينات لمختلف المكتتبين عبر مختلف ولايات الوطن.